ما من أحد يغل غلولا إلا كلف أن يأتي به من أسفل درك جهنم. وهذه الأمور المهمة يجب أن يعنى بها المرء وأن يبتعد عنها قدر استطاعته، وقد كان للسلف في ذلك أروع الأمثلة، ويضربون في ذلك أجل التجارب. وأذكر بعضا من ذلك بحسب ما يسمح به الوقت لقرب انتهائه. فقد روى ابن أبي الدنيا أن عمر رضي الله عنه كان يدفع إلى امرأته طيبا للمسلمين تبيعه، ثم يأخذ أجره أو قيمة الطيب ويجعلها للمسلمين، فعلق بإصبع زوجته رضي الله عنها شيء من ذلك الطيب، فمسحت به خمارها، فجاء عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته خبرها، فقال: تتطيبين بطيب المسلمين؟ فانتزع خمارها، ثم جعل يقول بخمارها في التراب، ثم يشمه، ثم يصب عليه الماء، ثم يقول به في التراب، حتى ظن أن ريحه قد ذهبت. ثم إن المرأة العطارة جاءت مرة أخرى لزوجة عمر رضي الله عنه، فاشترت منها ووزنت لها، فعلق بإصبع زوجة عمر من الطيب شيئا، فمسحت إصبعها في التراب، فقالت العطارة: ما هكذا صنعت أول مرة؟ فقالت زوجة عمر: أو ما علمت ما لقيت منه؟ لقيت منه كذا وكذا، رضي الله عنه ورحمه، وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ومثل ذلك جاء عن حفيده، فقد جاء في الحلية أن عمر بن عبد العزيز جيء له بطيب من اليمن، فوضع يده على أنفه بثوبه، فقال له وزيره مزاحم: إنما هو ريح الطيب يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه ورحمه: ويحك يا مزاحم، هل ينتفع من الطيب إلا بريحه؟ فما زالت يده على أنفه حتى رفعت الطيب. وجاء أن عمر بن عبد العزيز كانت تسرج له شمعة ما كان في حوائج المسلمين وعملهم، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها وأسرج عليه سراجا من ماله. هؤلاء قوم سبقوا غيرهم بهذه الأعمال العظيمة وهذا الورع الجليل الذي لا يستطيع أكثر الناس أن يقاربهم فيه ورعا. وجاء أن بعض السلف ممن بعدهم على هذه الطريقة، فجاء أن أبا خزيمة الرعيني قاضي مصر، وكان في القرن الثاني، كان إذا غسل ثيابه أو شهد جنازة أو اشتغل بشغل يختص به لم يأخذ من رزقه من بيت المال بقدر ما اشتغل في ذلك الشغل، ثم يعيد إلى بيت المال ما يقابل ذلك ويقول: إنما أنا عامل للمسلمين، فإذا اشتغلت بشيء غير عملهم فلا يحل لي أخذ مالهم. هذا الأمر المهم العظيم به